عمرك كنت في اجتماع وفجأة حد بيتكرم على فكرة والناس كلها عمالة تسقف وانت بتقول ايه ده؟ مش دي فكرتي؟ كلمة احنا في الاجتماعات اوقات بتبقى كلمة حق مقصود بيها سرقة مجهودك. المشكلة هنا مش في الفعل الظاهر، المشكلة في المعنى الأخلاقي الحقيقي، لأن في الشغل أحيانا الفكرة ما بتترفضش، هي بس بتتقال مرة تانية بس بصوت تاني. وده بيحصل كتير في الشغل، شخص يقترح فكرة ويحس كأن محدش سمعه فيقول بينه وبين نفسه الفكرة وحشة، بعد شوية واحد تاني يقولها وفجأة الفكرة بقت مهمة. وممكن مدير ينسب نجاح مشروع كامل لنفسه وينسى فريقه، ممكن زميل ياخد فكرتك اللي قلتها في دردشة ودية ويروح يعرضها كأنها وحي نزل عليه من السماء. النتيجة إن صاحب الفكرة بيموت جواه أي رغبة في الإبداع تاني. على فكرة، إنك تنسب مجهود غيرك لنفسك دي مش شطارة إدارية ولا ذكاء اجتماعي، ده سطو مسلح على حقوق الناس المعنوية. في آية في القرآن الكريم بتقول: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. يعني إن رد الحق لصاحبه جزء من الأمانة، الأمانة العلمية والمهنية جزء من دينك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: المتشبع بما لم يعطي كلابس ثوبي زور. اللي بيدعي ملكية حاجة مش بتاعته كأنه لابس لبس كذب وزور. الوعي المهني الحقيقي إنك تنسب الحق لصاحبه، لو حد ساعدك بكلمة قول له شكرا يا عم على فكرتك قدام الناس، ولو فريقك نجح ابدأ بيهم قبل نفسك. الأمانة في إنك تنسب الفضل لأصحابه بتبني بيها ثقة وولاء مش هتقدر تشتريهم بفلوس، وبتبارك في النجاح نفسه. المرة الجاية لو عرضت شغل كان فيه حد شريك معاك قول اسمه بوضوح قدام الناس كلها. ولو انت صاحب الفكرة اتعلم توثق افكارك وتعرضها في القنوات الرسمية عشان تحمي حقك. الفكرة ممكن تتقال مرتين لكن الامانة ما ينفعش تضيع. انا محمد ابو حميد، الوعي مش بيزنس، الوعي مسؤولية.